السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا صبايا معايا في وجبة جديدة. ان شاء الله هنعمل وصفة البطاطس بالجزر والفلفل والبصلة. طبعا يا بنات انا هيكون معايا قلم وورقة هكتب فيها الجرامات من البطاطس والجزر. فانا معايا بطاطساية هحطها البطاطساية التانية واشوفهم هيعملوا كام جرام. عاملين 223 جرام، 223 جرام. هصفر الميزان واشوف الجزرة عاملة قد ايه. عاملة 11 جرام. اصفر الجهاز وهحط البصلة 33، واخيرا هحط الفلفل 27 جرام. انا هبشر وتابعيني هشوف انا هعمل ايه. بعد ما بشرتها وحطيت عليها المكونات اللي قدامكم انا هحطها على الطاسه مباشره بدون اي اضافات من الزيت او السمنه او اي حاجه. هضيفها على طول. انا زي ما انتم شايفين طاسه على النار سايباها تسخن شويه، هتحطها على طول. هي تنزل ميتها يا بنات. البصل طبعا والبطاطس هينزلوا ميه، فانت هتسيبيها حوالي 10 دقايق بس، وهتحطي بهاراتك طبعا ملح وفلفل وكمون وريحان وريحه زعتر، انا بحب الحاجات دي، وبودره ثوم وبودره بصل. اي بهارات انت بتحبيها عندك حطيها، وان شاء الله تعجبك الوصفه. وده شكلها يا بنات بعد ما حطيتها على النار حوالي 10 دقايق. هضيف عليها بيضه، والسر بقى هنا ان انا هضيف معلقه جبنه فيتالايت. ده سر يا بنات هتخلي طعمها جميل وكأنك حاطه فيها زيت او زبده. جربيها والله العظيم تحفه جدا، بس طبعا زي ما قلت لك بعد الساعه 7-8 ما ناكلش اي نشويات. طبعا اللي عندها اولاد يعني هتبقى حاسه بالمعاناه اللي انا وانا في المطبخ وهما واقفين حواليا. صح كده يا يوما؟ بترد كمان. انا هحط هنا الجبنه والبيضه، هقلبهم كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين. لو عندك قوالب او كب كيك او اي حاجه ممكن تعمليها، تبقى شكلها حلو وهتفتح نفس الاولاد على الاكل كمان. فانا هحطها في القوالب دي. انا عندي قالب ده بستخدمه في الكيك، وبستخدمه في التلج برضو في الميه. ساعات ببقى اخد قطعه تلج كده وامررها على بشرتي. وهنا انا عملت 6 قطع، وسبت المعلقتين دولت لاولادي هعملها بزيت عشان هما المفروض يدخل لهم دهون. طبعا هقللهم بمعلقه زيت زيتون. يا رب الوصفه تعجبكم. هندخلها مع بعض الفرن حوالي تلت ساعه وطلعيها وقدميها وبألف هنا يا رب. ودي نتيجة المركويز يا بنات. عبارة عن 3 جرام من البروتين و7 جرام من الكربوهيدرات و2 جرام من الدهون. الحبة الواحدة فيها 35 سعر حراري فقط لا غير. وده هيبقى الشكل النهائي للطبق يا بنات. استنوني في فيديوهات تانية، اعملولي لايك وسبسكرايب للقناة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر.